أعزائي المتابعين أهلا بيكم. النهارده هنتعلم مع بعض إزاي ندهن الرجول. زي ما حضراتكم شايفين الرجول إحنا مسبغينها. طبعا قبل كده أنا قلت لكم وشرحت لكم إزاي نسبغ أي حاجة، وبعد كده إحنا اديناها وش سيلر واتصنفرت. مهم جدا تتصنفر كويس وتبقى ناعمه زي ما حضراتكم شايفينها. وبعد كده دي حته قطنه، شوفوا انا لفيتها بالشكل ده كده. وده سيلر اسمه سيلر ميدو، بيتخفي كويس بالتنر، يعني بيبقى زي ما حضراتكم شايفين اهو زي العسل كده. وبعد كده ببدا شايفين حضراتكم ادي القطنه اهي، علشان دي احنا سقيناها كويس. ببتدي ادهن ورا بعض كده اهو شايفين اهو. هو ده كده دهان الرجل زي ما حضراتكم شايفين. طبعا وانا مش هطول عليكم، انا حاطط كميه الرجول اللي هي محتاجه انا ادهنها اهي. شايفين بقت عامله ازاي كميه الرجول اللي انا. وبعد كده بيكون مجهز مكان بس ارص فيه. انا هرص ورا مني هنا اهو. وبرضه اهي بعصرها كده شويه. وببدا وانا بشتغل بكون ايدي بتقرص شويه، يعني بتضغط شويه كده على حته الخشب علشان تتشبع. الكلام ده طبعا ايه في اخر وش اهي. شايفين حضراتكم عامله ازاي اهي. ادي الرجل اهي بقت زي الفل، وبرصها وتنشف. بسيبها مثلا ساعه ولا حاجه، وممكن اديها وش تاني وتالت ورابع، وافضل اخدم في الرجل لغايه لما احس انها يعني مخدومه كويس ومتشبعه كويس بالسيلر اهو. شايفين حضراتكم انا يعني قاصد ان انا اعمل كميه، ما اعملش واحده بس، على اساس ان حضراتكم تعرفوا تعملوا. طبعا اهم حاجه انصح بيها لازم موضوع الصنفره. نصنفر كويس جدا، ما نستخسرش في الصنفره. الصنفره هي اللي بتظبط الشغل. وطبعا بعد ما صنفر مهم جدا يكون عندي حته قماشه نظيفه امسح مكان الصنفره. التراب بيخشن مهما هتصنفر. لو المكان فيه تراب هتبص تلاقيه مخشن ومش احسن حاجه اهو. شايفين حضراتكم ادي الرجل. وكده احنا دهنا الرجل، لان طبعا ناس كتير جدا بيسالوني ندهن الرجل ازاي. الموضوع سهل. طب لو احنا عايزين الرجل على لون على الخشب ازاي هنعمل ايه؟ مش هنسبغ، وهنبدا ندي سيلر على طول. طبعا بندي وش واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته، ما بنعدش طول ما احنا يعني كل وش والتاني بنعمل ايه؟ بنصنفر بصنفره ايه يعني، مفيش خالص. يعني ممكن مثلا نصنفر بصنفره 1000 بتاع حاجه كده، علشان الصنفره لو خشنه هتعمل ايه؟ هتجرح الخشب. ولما نيجي نصنفر ما نقرصش على الصنفره. يعني احنا قلنا بصنفره 1000 ولا حاجه، طالما ادينا سيلر كل لما تكون الصنفره ناعمه جدا كل لما يكون افضل. في الحقيقه انا عايز اوريكم انا بشتغل بصنفره ازاي. شايفين حضراتكم بالصنفره اللي بشتغل بيها بتكون يعني مستهلكه، واشتغلنا بيها تكون ناعمه جدا. يعني بلاش ان احنا نصنفر بصنفره خشنه. انا في الحقيقه ما لقيتش دلوقتي، ولكن ان شاء الله هوريها لكم على اساس ان احنا نبقى عارفين. انا طبعا لما جهزت المكان وفي حاجه مهمه جدا، المكان اللي انا شغال فيه زي ما حضراتكم شايفين ما يكونش ولا تحت رجلي تراب ولا على البنك هنا تراب، علشان ما يخشنش الشغل، يكون الشغل نعم. التراب برضو من الحاجات. بصوا حضراتكم ادي الرجل الصغيره اهي اهي برضو شايفين اهي. وانا زي ما حضراتكم شايفين في مكان ورا مني انا برص فيه الشغل، وبسيبها مثلا ساعه ولا حاجه. وبعد كده او بعمل ايه؟ انا بدهن اهو. ببدا يعني اول واحده خلصت برجع اخدها تاني. طبعا زي ما قلت لحضراتكم تاني وتالت ورابع لغايه لما احس اني. شايفين انا بدوس ازاي؟ مهم جدا اللي انا اهو. شايفين الرجل عامله ازاي اهي اهي. شايفين الضوء بتضوي كده اهي بالشكل ده كده. انا الرجل خدت سيلر ما فيه الكفايه. حد هيسالني طب هو الموضوع صعب؟ لا خالص، الموضوع سهل. سهل جدا. طبعا انا علشان انا شابع الرجلين بعمل ايه؟ القطنه هنا دي مش زي ما حضراتكم شايفين، يعني بتكون ناشفه وبدوس جامد كده. طب نفترض الرجلين في البدايه لا بشبع كويس وبحط سيلر. يعني باجي مثلا لو انا لسه في الاول بخلي الحته كده ما بعصرهاش وابدا اشتغل عليها. لكن طالما انا خادم كويس مدي كذا وش بعصر القطنه كويس اهي. وهي اهي شايفين حضراتكم اهي. شايفين الرجل عامله ازاي اهي زي الفل. طبعا انا لما بعصر كده انا بعصر كمان مهم جدا ان ما يحصلش ان هي تسيل ولا حاجه. شايفين اهي اهي اهي. شايفين يعتبر مثلا بنشف على السيلر. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله حاجه زي الفل. طبعا مهم جدا ان انا اشتغل في مكان
تحت مني يكون زي ما حضراتكم شايفين اهو نضيف. وكده احنا عرفنا ازاي نخدم الرجلين. واشكركم والى اللقاء وان شاء الله في ورشه جديده وهنتعلم مع بعض حاجه جديده. تحياتي، اشرف شندي.